يا صباح الفل، عاملين ايه؟ مش قادره اقرب الكاميرا عشان مش عارفه ابعد، عشان الموبايل لما بكون لابسه الجلافزات بيعلق مني. صباحكم زي الفل. زي ما قلت كده كاتبه على البوست ايه. لو لو بتخافي من الفيلر وعايزه تكبري شفايفك، احنا عندنا اوبشن ان احنا ممكن نكبر الشفايف بالتحديد. يعني ايه؟ يعني باللون، زي بالظبط لما تيجي تحطي روج وتقوم جايه عامله تحديد كده فوق شفايفك بالقلم، مكبره شفايفك يعني بالبلاينر. آه كده من فوق شفايفك ومن تحت، وبعدين تحطي الروش في النص، فبتدي فوليوم شويه للشفايف. طيب في ناس بتعمل كده بس بتعوز بقى انها ايه تثبتها، يعني خلاص تفضل ثابته معاها. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل تحديد وتوريد بال بالايه باللون. انا فصلت تقريبا بال باللون بالتاتو يعني، وبيفضل ثابت معاكي ماشي. ملناش دعوه بيها لان هي اصلا ورمه. ركزوا في حاجه معينه، ملناش دعوه بالورم لان الورم ده هو كبيره 3 ايام او يومين وبيروح. بسم الله. بصوا بقى، هو ده ورم. الورم ده بياخد يومين وبيروح. تمام. عشان الناس اللي تقولك ايه ده منفوخه ومش منفوخه، لا احنا ما بننفخش حضرتك، يعني احنا ما بننفخش. انا عايزه امسح بتاع. طب ماشي، بالراحه عليه. ماشي، احنا ما بننفخش. ده بيبقى ورم بيقعد معاكي يومين، وفي خلال اليومين بيروح على طول، طبعا مع الفانترن والالتزام بالتعليمات. في مالك يا ماما؟ طيب سيبيها سيبيها. مع الالتزام بالتعليمات في خلال يومين بيروح. اوكي. هنا احنا عاملين ايه؟ هي متعوده ترسم شفايفها بره شفايفها بالتحديد، بتعوز تكبرها يعني. فانا قلت لها اعملي فيلر، قالت لي لا انا بخاف منه وما بحبش اتعود عليه والكلام ده. طيب احنا عملنا ايه؟ انا عايزه اوريكم. استنى، بصوا شفايفها هنا، تحديد شفايفها هنا. شايف؟ لو هتاخدوا بالكم، انا مش عارفه يبقى باين ولا. تحديد شفايفها هنا، شفايفها الطبيعيه لحد هنا. تمام. كل اللي فوق ده احنا راسمينه باللون. كل اللي فوق ده هي شفايفها هنا اهي. لو مع الاضاءه استنوا، انا مش عارفه اجيبها لكم قوي. شايفين هنا هنا شفايفها الطبيعيه هنا لحد هنا كده. من هنا لهنا كل ده لون فوق شفايف. طب نبص من تحت، اضحكي كده يا وليه. افرد شفايفك. انت عارفه ان دلوقتي هي مش موجودة. قادره. خلاص تمام. بصوا محددين برضو تحت الشفايف، وانا اهي. بصوا تحت الشفايف اهي، محددين برضو تحت الشفايف عشان نديها فوليوم لشفايفها. تمام. بعد الورم ده ما يروح، الشفايف بترجع طبيعيه تاني لحجمها، زائد التحديد اللي احنا مزودينه فوق ده بقى بيبقى مدي فوليوم للشفايف، كانها بالظبط عامله فيلر. زي الناس اللي بتيجي تقول لي شفايفك، ولا انا محدده فوق شفايفي يا جماعه، فمديها كيرف من فوق فتحسوا ان هي منفوخه. تمام. شوفوا بيتهيالي كده من هنا باينه. بصوا الجزء ده، الحته دي اللي مزودينها، الحته اللي فوق دي عاملين قلب كده للشفايف، فظابطين رسمه الشفايف ومالينها لون. هو ما بيفضلش تقيل كده، ما بيفضلش اللون ده، ما بيفضلش احمر قوي كده. اللون ده بيفضل معاكي تقريبا 3 ايام. تالت يوم بيبدا يقشر، يعني الشفايف بتقشر على طول، اسرع من الحواجب كمان. 3 ايام وتلاقيه بدا يقشر. بياخد يوم تقشير او يومين تقشير بالكتير قوي يعني. يعني هي الحكايه كلها 5 ايام. تمام. نمشي على التعليمات اللي احنا بنقولها، زائد الحبوب بتاع الورم طبعا. عايز تاخديها خديها، مش عايز تاخديها هي كده كده بتفش لوحدها في خلال يومين. بس انا حبيت اوريكم الفوليوم بتاع الشفايف عامل ازاي. انت هتيجي تعملي اعاده صح؟ خلاص، هي لما تيجي تعمل اعاده مع بلس ان فيها اصلا على الصفحه ناس انا مطلعها لايف بعد التقشير بتبقى عامله ازاي. بس انا هطلع لكم الشفايف دي بعد التقشير هتبقى عامله ازاي، عشان تعرفوا الفوليوم اللي احنا عملناه من فوق بعيد عن الشفايف شكله عامل ازاي. تمام. فهي لما تيجي تعمل اعاده انا هطلع لكم بيها لايف واوريكم النتيجه عامله ازاي. هاتي لي كده العلبه دي يا ريهام، عشان انا مش هعرف عشان لو اتحركت الموبايل هيتحرك. هاتيها لي هنا كده. انا بس هحط لها فازلين عشان يشوفوا ان هو ده ايه. ده كده لون اهو، يعني هو احنا لو حاطين اصلا روج او حاجه فايه هيبقى باين، عشان يفكروا ان ده مش شغل ولا حاجه. انا كده بحط لها فازلين على الشفايف عشان تبقى طريه.
طبعا القطنه ما بتكدبش، ها. طبعا التعليمات اللي هتمشي عليها بعد الجلسه احنا بنديها لك من قبل ما تدخلي الجلسه اساسا، وايه اللي بيحصل معاكي وايه اللي ما بيحصلش معاكي وكل ده. انا كده بحط لها فازلين اهو. بصوا اصلا الفازلين ادى لمعه للون ازاي. هقول تاني، الورم ده في خلال يومين بيروح عادي خالص، وممكن في نفس اليوم في اجسام على بالليل، يعني هي عامله الجلسه الصبح ايه، على بالليل تلاقي الورم ده كله فش. نفس تاني يوم. انت تاني يوم لانها مرة. هي تالت مره تعمل عندي شفايفها، يعني متعوده فعارفه ايه التعليمات اللي هتمشي عليها. القطنه اهي تاني اللي احنا حاطين بقى الفازلين اهو. حلوه القبه دي قوي، الصلاه على النبي، يعني ما شاء الله. عجبتني قوي ما شاء الله. اه ف اللي حابب بقى زي ما قلت لكم ان هو يكبر شفايفه شويه او يعمل فوليوم لشفايفه بالتحديد. طبعا مش هنعمل تحديد بس، احنا لازم نعمل توريد عشان نخلي التحديد داخل في قلب التوريد لجوه كده، ما يبقاش باين فرق بين الاتنين. لان احنا لما بنشتغل بالليب لاينر في البيت بالميك اب، يعني بعد ما بنحدد بنضطر نحط روج عشان نخلي الدنيا كلها سايحه على بعضها، ميه واحده زي ما بيقولوا. تمام. فاحنا هنا عملنا التحديد وبعد كده عملنا التوريد. خلينا اللون، بصوا التحديد والتوريد كله شفايف واحده لون واحده. تمام. ان شاء الله لما تيجي في الاعاده هصورها لكم واوريكم بعد التقشير بقت عامله ازاي. صباحكم زي الفل ويومكم زي الفل ان شاء الله. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ فاكرين الشفايف دي اللي احنا كبرناها بالتحديد، وقلت لكم لما تيجي الاعاده هطلع لكم بيها لايف. فاكرين كانت منفوخه ازاي، وقلت لكم النفخه دي هتروح واللي هيفضل بس التحديد اللي احنا عاملينه والشيب بتاع الشفايف اللي احنا رسمناه كده. وكنا لسه مخلصين الجلسه وقلت لكم لما تيجي تعمل اعاده هنطلع لايف. فاكرين النفخه دي وفاكرين الشفايف كانت عامله ازاي. شوفوا اللون كان عامل ازاي. يعني هو مش عارفه باين قوي عشان مصورين من موبايل لموبايل باين ولا لا، بس لو رجعتوا لللايف هتفتكروا. كانت شفايف منفوخه، كان اللون تقيل قوي او كان واضح قوي. كان في ورم. تمام كده خلاص. شفتوا، انا باكد عليكم بس المنظر. هاتي الموبايل ده كده، امسكي الموبايل ده كده. دي كده الشفايف بعد ما هدت اهي كده، بعد ما الورم راح وبعد ما اللون قشر وهدى. ايه رايكم في النتيجه؟ طبعا هو ده اللون اللي ثبت، هي مش حاطه حاجه ولا احنا حاطين عليها حاجه. تمام. هاتيلي الفوم ده كده بعد اذنك، حطي على شفايفها بس. كفايه خلاص، تحميها كده. عذرا على صوتي عشان انا تعبانه شويه. ادي النتيجه. المنديل نظيف، يعني هي القطنه هتكدب مبلول اهو اهو اهو. دي كده النتيجه بتاعته. ادي لي بقك يا بنتي، انا بوظتهولك، اقفلي بقك بقى. كده النتيجه اهو، شايفين ده اللون النهائي. ودي الشفايف بعد ما الورم راح. طبعا شفايفها الاصليه بداية من هنا اهي، دلوقتي بقى باينه اهي شفايفها هنا. دي شفايفها اللي فوق ده اللي احنا زودناه عشان نكبر شفايفها. مفيش ورم اهو، كده الشفايف طبيعيه اهي. شايفين رسمه الشفايف بقت عامله ازاي من غير فيلر ومن غير اي حاجه. وكبرت شفايفها بالتحديد والتوريد من غير ما تحط اي مواد ولا اي حاجه تكبر بيها شفايفها. ايه رايكم بقى في النتيجه؟ هو انا اصلا مش قادره اطلع لايف والله، بس انا عشان وعدتكم قلت لكم لما تيجي تعمل الاعاده انا هطلع بيها لايف عشان تشوفوا النتيجه كانت او بقت عامله ازاي. ايه رايكم في النتيجه بقى؟ اهو
والنتيجة من اول مرة. هي جاية دلوقتي تعمل اعادة مع اني والله شايفة انها اصلا مش محتاجة لاعادة ما شاء الله يعني. بس طبعا هنا اللون خفيف شوية، ملناش دعوة دي ده لحم شفايف، انا هيدخل جوه ملناش دعوة. ايوه عدلي بقك. اللون هنا محتاج يتقل شوية برضو على الشفايف، هنا محتاج يتقل شوية. هنا والله اللون حلو مش محتاج اساسا يعني. انا لما افرد الشفايف كده اهو، شايفين اللون؟ بس هي عايزة تثبته عشان يفضل معاها ثابت اكبر وقت، فاهمين؟ اهو اللون اهو، شايفين؟ فاحنا هنعمل دلوقتي قاعدة عشان نتقل اللون ونخلوها زي ما هي عايزة. بس كنتيجة ما شاء الله بيرفكت، وتكبير للشفايف برضو ما شاء الله بيرفكت. فقولي لي رأيكم بقى، صباحكم زي الفل.